صباح الخير. انا في معبد فيلة، والمعبد دوت معروف انه معبد مش موجود في مكانه الاصلي. طيب راح فين مكانه الاصلي؟ اقول لك يا سيدي راح فين مكانه الاصلي. هو الجزء اللي خارج منه الاجزاء المعدنيه دي، في شويه حديد كده هناك اهو. شويه الحديد دول هو المكان الاصلي بتاع معبد فيلة، جزيره فيلة تحديدا. المعبد اتنقل حاليا لجزيره تانية اسمها جزيره ايجوليكا اللي انا موجود عليها دلوقتي. سؤال: ايه اللي خلاهم ينقلوا المعبد على المكان الجديد هنا اهو؟ اللي حصل كالتالي: ان المعبد دوت لما اتبنى، وبعد كده سنه 1902 بنينا خزان اسوان وقت الخديوي عباس حلمي الثاني. المعبد اجزاء كبيره منه اتغطت بالميه. بعد كده لما عملنا السد العالي سنة 1972 المعبد بالكامل كان غرقان ميه، وفعلا أجزاء كبيرة من المعبد كانت معرضة للانهيار. بالتالي كان القرار الأصعب إن هو يتم نقل المعبد. طب نقل المعبد إزاي؟ أنا جبت لكم من شوية الأجزاء المعدنية اللي أنا شاورت لكم عليها ورايا، اللي هي أهي. صحيح أجيبها لكم الأجزاء دي. المعبد كله تم اتحوط بالاجزاء المعدنيه، يعملوا حاجز ما بين الميه وبين المعبد. طب الميه اللي جوه الحاجز جابوا مضخات ميه تسحب الميه دي عشان يفضوه من الميه. بعد كده فضلوا فتره طويله تقريبا حوالي سنه علشان العمال يقدروا يحرروا المعبد من الطينه اللي فيه. بعد كده كمان المعبد تم عمليه تنظيفه لان الطينه عملت اثار على الرسومات والنقوشات اللي على الحيطان. فضلوا بعد كده فتره يجيبوا كميه ميه كبيره ويغسلوا بيها الحيطان. بعد كده سابوا المعبد لمدة سنة بحالها علشان يجف من المية الكتيرة اللي عليه. بعد كده المعبد تم تقطيعه ل 400 ألف قطعة، واتنقل المعبد بالكامل من الجزيرة اللي أنا شاورت لكم عليها ورايا المكان اللي هم فيه دلوقتي.